نزلت بقى اشتريت شوية طلبات كده عشان المدرسة. كل سنة وانتم طيبين. حبيت اشاركها معاكم واقول لكم كمان الاسعار. اول حاجة جبت علبة الفريسكا دي، ولادي بيحبوها. دي فيها 12 واحدة، كانت عاملة 57 جنيه. وجبت اندومي كده عشان لو محدش عاجبه الغدا ولا حاجة اعملها له. دي الاندومي الواحدة كانت ب6 جنيه ونص. وجبت بقى شاي ونسكافيه عشان الدروس. جبت دي كانت ب10 جنيه، لقيتها عرض كده جبتها. وجبت نسكافيه ده كان عامل 57 جنيه. وجبت برضو باكو شاي العادي ده كان عامل 20 جنيه. جبت كمان بقى للأطفال بقى علشان المدرسة. جبت دي كانت الواحدة عاملة 6 جنيه. قلت العيال بيحبوا بقى الحاجات دي وبيحبوا شكلها. وجبت كمان العصير ده الواحدة ب6 جنيه. جبت كذا واحدة يعني، بس ايه قلت اوريكم يعني. وجبت لبن جهينة كان عامل 33 اللتر. الاسعار بقت دمار يعني، ربنا يرحمنا. وجبت كيس الملح ده برضو، الكيس الملح ده حلو انا بحبه. ده كان عامل 4 جنيه ونص. وجبت الملح بقى، ومعظم الحاجات كنت جايباها من كارفور. طبعا السوداني ده في كارفور معروف جدا. كان الكيلو عامل 70. جبت دول كانوا عاملين تقريبا 45 جنيه عشان بس فتحناه. اهو بصوا الكيلو 70، ودول كانوا عاملين 48. جبت زبادي الستة كانوا عاملين 30 جنيه تقريبا 30. وجبت علبة حلاوة البوادي اللي هي ال 900 بس. دي كانت عاملة 97 جنيه. 97 جنيه بس ما شاء الله بتقعد يعني. جبت بقى ملح وجبت سكر طبعا برضو الكيلو عامل 27 جنيه. وجبت خضار بس خلاص غسلته وحطيته في التلاجة. بس كده.